تحديات كبيرة أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يدرك صعوبة الانتخابات هذه المرة. في المقابل يسعى معارضوه لإيقاعها به في ظل وضع اقتصادي صعب تعاني منه تركيا التي كانت تطمح لتكون 10 دول اقتصادية في 2023. في ظل هذا الوضع تحول الملف السوري إلى ورقة ساخنة ليست بعيدة عن القضايا الداخلية وتستثمر فيه عدة أطراف سياسية، ويرافق ذلك محاولات تركيا لإعادة ترتيب عودة اللاجئين السوريين وسعي للحزب الحاكم للتهديد مقابل تصعيد المعارضة ضده. في التفاهم السوري بين كل المكونات والأحزاب والدولة السورية، لأن التركي معروف ومجرب عند الشعب السوري والدولة السورية، وكل الشعب السوري أصبح يعرف من هو أردوغان. والسلام عليكم ورحمة الله. شو اشتغلنا عبر تنظيماتنا السياسية المنتشرة إن كان في المعارضة أو بالأطراف. اليوم في حكومة مركزية في دمشق وفي إدارة ذاتية. للأمانة من الطرفين الوحيدين اللي موجودين على الأرض، يعني الإدارة الذاتية اللي تمتد على مناطق 3 محافظات سورية في البداية، وبقية المحافظات السورية اللي هي خارجة عن مسألة احتلال الفصائل المسلحة بشمال سوريا. ونجي نقول اتفقت الحكومة السورية مع تركيا مشان دخول جبهة النصرة على عفرين. هذا الكلام لا تملكه تركيا ولا تملكه سوريا. في مجتمع دولي عم يدوق كثير هاي المسألة بالتفصيل. المفروض نحن نعرف انه في مؤشر كثير مهم بدخول جبهة النصرة لهي المسألة. أول شغلة يعني خلينا نحكي لكم مسألة كثير مهمة. خط الترانزيت اللي بده يفتح من تركيا باتجاه المنطقة المحتلة والمغتصبة حاليا من الفصائل المسلحة وحلفاء الجيش التركي باتجاه الخليج. عم يحكوا عن 600 سيارة كل يوم بدها تطلع من تركيا باتجاه الأراضي السورية وباتجاه الخليج. والرسوم تحددت سلف $2000 على كل سيارة، يعني عندنا $1,200,000 كل يوم دخل لجبهة النصرة جديدة. تركنا كل شيء نحن من أخبار ورحنا بس إنه هذا التقارب بده يأثر علينا. حتى الآن ما في حد لهذه الانتهاكات، ما في وقف لهذه الطائرات المسيرة. عرفنا إنه النظام التركي والكل أعطى مداخلته إنه لتحقيق مشروع العثماني. فتقارب النظام التركي مع النظام السوري هو امتداد لمشروع العثماني، وأيضا النظام السوري كمان أيضا الامتداد لإدارة السلطة. دائما يريد أنه سوريا ترجع ل 2011، العودة ل 2011. فهذا يعني خلال السنوات يعني الشعب عانى من كل شيء، فأكيد مستحيل أنه يرجع الأمور مثل ما قبل.